السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا عم الحاج، لو عندك نقرس أو عندك أملاح زي ما بيسموها أملاح اليوريك. تمام. وجات لك النوبة بتاعة النقرس، يعني الألم شد عليك، ما تاخدش الفوار الكوليورينال أو الفورات اللي هي زي اليوروسولفين واليوريفين، أو أقراص الزيلوريك، أو أي دواء من شأنه أو أي علاج يعني من شأنه إنه هو يحل الأملاح بتاعة النقرس أو بيذيبها. تمام. يعني أثناء النوبة، بالرغم إن هو بيتاخد لعلاج النقرس، ولكن على المدى البعيد، لكن أثناء الشعور الشديد بالألم أو أثناء نوبة النقرس ما ينفعش تاخد هذا الفوار. تمام، زي الكوليورينال وأيضا اليوروسولفين واليوريفين، وأي فوار من الخصائص بتاعته إنه بيدوب هذه الأملاح. تمام. لأن لما بتدوب هذه الفورات الأملاح، بيحصل تذبذب كده لتركيزه في الدم، وبيبدأ يتفكك من الأماكن اللي هو مترسب فيها، فالجهاز المناعي بيتعامل معاه من جديد، وبالتالي تزيد عليك المدة بتاعة الألم. تمام. طيب لو انت من الناس اللي هي بترتاح كده احساس نفسي انك انت لما تاخد فوار، يا اما تاخد فوار مسكن، يا اما تاخد فوار ما يكونش بيستخدم في الاملاح، بس ما بيكونش من شأنه ان هو يدوب. تاخد فوار يكون من شأنه ان هو يقلل الحموضة بتاعة البول، فبرضه بيمنع تكوين هذه الاملاح عن طريق ان هو بيقلل حموضة البول. تمام. فاللي عايز اقوله لحضرتك انه هذه الفورات وعلاجات النقرس، بالرغم من انها تستخدم، ولكن بتستخدم على المدى البعيد عشان ما تجيلكش، لكن اثناء الالم واثناء النوبة بتاعه النقرس ما تاخدش هذا الفوار الا مع مسكن، او توقف وتاخد المسكن وتشوف طبعا وتراجع مع الدكتور ومع الدكتور الصيدلي المختص اذا كان هيوصف لك او هيوجهك للتخصص المطلوب. تمام. لكن تاخدهم كده وتقول ده الفوار زود عندي الألم، فزود عندك الألم لهذا السبب اللي أنا شرحته لحضرتك، وألف سلامة عليك، وإن شاء الله ما تشوفوا إلا الخير.